في ناس كتير تفتكر إن دار المسنين ده مكان هادي وعادي ومفيش فيه أي حاجة غير الروتين اليومي عادي يعني. بس الحقيقة إن مليان حكايات وروايات كتير جدا محدش كان يعرف عنها حاجة. وحكايتنا النهاردة عن ست كانت شايلة سر كبير جدا، فضلت شايلاه ومحتفظة بيه لحد آخر نفس في حياتها، بعيد عن زحمة أي حاجة في المدينة. في دار رعاية اسمها دار النور، شكلها عادي جدا من بره، الناس اللي فيها عايشة في هدوء وروتين يوم عادي، ناس مبسوطة عادي. بس جوه الدار دي في ست اسمها الحاجة نعيمة، كانت غريبة أوي وبشكل محدش كان يتوقعه. الحاجة نعيمة كانت دايما على طول ساكتة، مش بتحب تتكلم مع حد ولا بتحب حد أصلا يدخل الأوضة بتاعتها. كان عندها دولاب صغير قديم أوي، قافلاه دايما بيقفل، وحتى المفتاح بتاعه بسلسلة في رقبتها. الدولاب ده محدش يقرب له، لو جرالي حاجة اوعوا تفتحوه إلا بعد يوم 17 مايو. الجملة دي كانت دايما الحاجة نعيمة بتكررها كتير أكتر من مرة في نفس اليوم، وكل الناس كانت بتفتكر إنها بتهلوس عادي، إنها كبيرة في السن وبتقول أي كلام وخلاص. بس في يوم من الأيام، في يوم بالظبط 15 مايو، الحاجة نعيمة دخلت في غيبوبة سكر عادي. بس بعد ساعات كله اتفاجئ إنها ماتت بهدوء محدش كان يعرف. الممرضة نسرين اللي كانت دايما قريبة من الحاجة نعيمة أكتر واحدة حزنت عليها، بس كانت دايما نسرين حاطة دماغها في موضوع الدولاب ده مقفول دايما على طول، ما كانتش بتخلي حد يقرب منه مهما كان السبب. فقالت أنا لازم أعرف الدولاب ده فيه إيه وإيه حكاية الدولاب. نسرين استنت يوم يومين ثلاثة، بس برضه الفضول كان بيقتلها زي أي حد. الفضول لما بيجي بدماغه بيفضل وراه لحد ما يعمل نفس الحاجة اللي هو عاوز يعملها. في الآخر نسرين قررت إنها تفتح الدولاب، بس أول ما فتحت الدولاب لقت صندوق خشب قديم جدا متغطي بقماش ريحته غريبة أوي، زي ريحة تراب المقابر كده بالظبط. بس جوه الصندوق ده كان فيه صورة من أبيض لأسود، كمان جرايد قديمة أوي، وكمان تميمة ملفوفة خيط أحمر، أو عروسة صغيرة ملفوفة كده بخيط أحمر. بس أكتر حاجة غريبة كانت صورة طفلة صغيرة، ومكتوب ورا الصورة دي نجلاء، ماتت سنة 1968، بس بترجع كل سنة يوم 17 مايو، وده نفس اليوم اللي البنت اللي في الصورة ماتت فيه سنة 1968. من اللحظة دي حاجات غريبة بدأت تحصل في الدار، ونسرين كانت دايما بتسمع صوت ضحك الطفلة كل يوم بالليل. كانت بتحس إن في حد بيجري وراها في الممرات، بس كل مرة كانت تطلع تبص تلاقي مفيش حد. وفي يوم 17 مايو نسرين صحت من النوم على صوت بيخبط على الباب، لكن المفاجأة لما فتحت الباب لقت صورة نجلاء القديمة مرمية على الأرض، وجنبها سلسلة الحاجة نعيمة. نسرين لما كانت بتدور في الصندوق كان في ورقة مكتوب فيها كلام غريب جدا، استغربته. أنا سام، أنا اللي فتحت البوابة، متخلوش حد يعرف مكان الجثة. كلام غريب كان مكتوب في قلب ورقة. نسرين لقيته في الصندوق. نسرين من الوقت ده بدأت تخاف وتعبت نفسيا جدا، ولما راحت تحكي للدكتور النفساني بتاع الدار، الغريب إن الدكتور ده اختفى. الناس قدرت تقول إن نجلاء كانت بنت الحاجة نعيمة وماتت وهي طفلة صغيرة، والحاجة نعيمة فضلت تحاول ترجعها بأي طريقة،
حتى لو عن طريق السحر. المهم إنها ترجع بنتها نجلاء وبأي طريقة مهما كان التمن. بس السؤال هنا، هي فعلا رجعتها ولا كانت بس بتطاردها الذكرى بتاعتها، ولا في لعنة فعلا اتحبست جوه الصندوق ده؟ الله أعلم. لو كنت مكان نسرين كنت فعلا تفتح الصندوق، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. استنوا الحلقة الجاية من حكايات من دار المسنين، لأن اللي جاي مرعب أكتر وأكتر.